يا مكان في واحد طفران ما عنده شغله وكله زهقان، يمشي ويكتب على الجدران عبارات سخيفة تشوه المكان، كذا على باله شي جميل ما يدري هذا أمر خطير. ليش تكسر ليش تات الفريج، ليش ترمي الوساخة على الطريق وتخلي الشارع شكله قبيح، أقول استريح لا تسوي كذي. ليش ما تحافظ على البيئة، ترى مو بس لك كلنا عايشين فيها، الحديقة والمرافق العامة سوتها البلدية، يا أخي ليش ما تصونها، تشوي على البحر وترمي القذارة، شنو هالمناظر وين الحضارة، في لافتة مكتوب عليها عبارة ما يهمه عبالة هذه شطارة، انطحت بالسيارة على الراندفو تشيل الموتر على الرصيف وش ذا الاسلوب، ترى النظافة من الإيمان والوسخة والتخريب مثل الإدمان. ليش ما نخلي بلدنا مكان لما العالم تشوفه تقول يا سلام، صارت الديرة بأحلى صورة، مبروك عليكم يا عيال الديرة، لو كل واحد فيكم يبدي من نفسه بتخلي بلدكم مرة فلة. لابد أن نجد طريقة لتنظيف الحي، لن نرضى أن تستمر الحياة بهذه الطريقة. أقترح أن نوظف مجموعة من العمال ينظفون الحي كل يوم ويهتمون به. أقترح أن نشتري سيارة مخصصة لجمع القمامة تتواجد باستمرار لتنظيف الشارع. أقترح أن نقيم مصنعا للنفايات في وسط الحي. إذا سمحتم أنا عندي الحل، اقتراحاتكم غير واقعية. نخرج القمامة في أكياس محكمة الإغلاق، لا نلقي المخلفات في الشارع، نروي الأشجار ونهتم بجمال حدائقنا، وسنحصل على حي نظيف وجميل. البلديات تقوم بواجبها، لنقم نحن بواجبنا، فبلديتنا هويتنا.
ماذا يحدث لو سمحت؟ مهلا، لما كل هذا؟ لماذا يجمع كل هذه العلا؟ ألقي نظرة. فهمت. تفضل. بطني، أبي ساعدني. ماذا أكلت يا سيدي؟ تناولنا تلك المعلبات دون أن نطلع على تاريخ صلاحيتها. انظر، لن أعرض نفسي وعائلتي للخطر مرة أخرى. حفاظا على سلامتك وسلامة عائلتك، دقق دائما في تاريخ صلاحية الأغذية. نظافة المدن من نظافة البيوت. نظافتنا الشخصية حجر الأساس للتمتع ببيئة سليمة وصحية. هكذا هي حال هذه الحديقة بعد أن غادرها زائرها في يوم عطلتهم.
وهكذا كانت قبل قدومهم. يا ام يوسف، هلا. يلا يبا تاخرنا بنمشي. ان شاء الله حاضر. لحظة يبا، ايش قاعد تسوي؟ يبا شو اسوي بعد؟ بقط الفحم يبا بنمشي. يبا اذا قطيت الفحم هنا واحترق المكان اسبوع ليه وين نقعد؟ لحظة يبا، احرصوا على استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل. بلديات دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لإشاعة الفرح وإضفاء البهجة على حياة المواطنين. رجاءً، عندما تزورون الحدائق ومخيمات البر لا تتركوا فيها إلا أثراً طيباً. تهتم بلديات دول مجلس التعاون الخليجي بتطوير وتحسين الطرقات لضمان انسياب آمن للمركبات بكافة أنواعها، كما تخصص البلديات مساحات على جانبي الطرق السريعة لأغراض الطوارئ والاستراحة أو أي متطلبات يحتاجها السائق. تعلق البلديات أهمية كبيرة على تمتع المواطنين في بيئة مريحة، بحيث ينعكس ذلك على تصرفاتهم وسلوكهم ونفسياتهم. الطريق لكل الناس، ويعتبر من الأملاك العامة الواجب المحافظة على حسن استخدامها للجميع. بعض هذه التصرفات في التعدي على أملاك الدولة يؤثر على السلامة المرورية ويعرض مرتكبيها للمخالفات والغرامات. إن تقيدنا بتعليمات ولوائح البلدية دليل على الرقي وعلى الإحساس بالمسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين، وهو أيضاً تعبير عن امتثالنا لواجبنا الأخلاقي والوطني، فبلديتنا هويتنا.
تعمل بلديات دول مجلس التعاون الخليجي على تقدم المدن والضواحي عمرانيا وصحيا واجتماعيا. تنظم البلديات المدن وتجملها، وتسعى لوقاية الصحة العامة من خلال توفير بيئة سليمة. كما تسعى البلديات لإبراز الطابع العربي والمحافظة على التراث العمراني وإبرازه بصورة متجددة. ولكن هل هذه هي الطريقة المثلى لإظهار امتناننا لما تقدمه لنا البلديات؟ هل نعبر عن شكرنا وتقديرنا بهذا الأسلوب؟ الجانب المشرق هو أن الذين يتصرفون بهذه الطريقة هم قلة، وأغلب المواطنين والمقيمين يدركون أن تصرفهم السليم واجب أخلاقي ووطني. وكأن لسان كل فرد منهم يقول: بلديتي هويتي. تبدأ نظافة المدن من نظافة بيوتها، وتشكل النفايات المصدر الأول للتلوث، وهذا ما يحتم علينا التقيد بشروط وضعها في أكياس مخصصة لها، ويستحسن أن تكون من مادة البلاستيك القابل للتحلل، كما أن إخراج أكياس القمامة في المواعيد التي تحددها البلديات يجنب شوارعنا التلوث الناتج عن النفايات التي تبقى في الحاويات لمدة طويلة. في بعض دول مجلس التعاون الخليجي خصصت البلديات حاويات لأنواع النفايات، مما يسهل لاحقا عملية تدويرها وتصنيعها من جديد لمنتجات صديقة للبيئة. المحافظة على نظافة مدننا واجب أخلاقي ووطني، إضافة إلى أن ديننا الإسلامي الحنيف ربط النظافة بالإيمان، والتقيد بلوائح البلديات وتعليماتها يعزز شعارنا: بلديتي هويتي.
تراعي بلديات دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق المواصفات والمقاييس واشتراطات معايير الجودة في الأسواق ومحلات البيع المختلفة، كما تدقق في صلاحية المواد الغذائية وتهتم بكشف الغش والتلاعب في مواصفات المواد أو أسعارها، وتشدد على توفر عنصر النظافة الخاص بموقع العمل والعاملين فيه. تنظم بلديات دول مجلس التعاون الخليجي جولات دورية تفقدية مفاجئة للتفتيش على مدى التزام القطاع الخاص والتجار والمحلات بلوائح البلدية، وبالتزام الجميع بالمواصفات والمقاييس وتحقيق معايير الجودة والحرص على النظافة. بعضهم يستحق المخالفة، وأغلبهم يبرهنون على التزامهم بلوائح البلدية. التقيد بلوائح البلدية ضمان لتقليل المخالفات وبرهان ساطع على أهمية احترام القوانين، ويدل أيضا على الحكمة، فأنت بائع اليوم وغدا ستقوم بشراء ما يلزمك، فعامل زبائنك كما تحب أن يعاملك التجار الآخرون. الالتزام بلوائح البلدية التزام أخلاقي ووطني، وبلديتي هويتي. تراعي بلديات دول مجلس التعاون الخليجي في تخطيطها للمدن والضواحي إبراز هوية وخصائص المجتمع، إضافة إلى توفير الأمن والسلامة للمواطنين، وتهتم أيضا بجمال وتناسق مكونات المدينة كتخطيط الشوارع وقسائم السكن والمجمعات ومواقع الشركات والوزارات، بما يوفر بيئة عصرية تضفي على المواطن الشعور بالراحة النفسية لأداء واجبه والتمتع بالخدمات التي وفرتها له البلديات. هذه التصرفات الخاطئة توضح تصرف مسببيها بالتدخل خارج حدود ملكيتهم الشخصية والتعدي على أملاك الدولة واستغلال المكان المخصص للمشاة. هناك تعليمات وقوانين تحدد للمواطنين حدود التصرف في الملكية الشخصية، واتباعها يوفر على المواطن المتاعب ويجنبه الوقوع تحت طائلة الغرامات والمخالفات. من أجل جمال مدينتك، من أجل مظهر